تعال احكي لك النهارده عن نموذجين مختلفين تماما من رجال الاعمال. واحد منهم بتاع شغل والتاني بتاع سوشيال ميديا. الاول مش هتشوفه كتير، لا بيطلع في تيك توك ولا بيصور نفسه وسط عربيات، بس كل يوم بيبني وبيبيع ويكسب مليارات من غير اي دوشه. والتاني هتشوفه في كل حته، حفلات، فيديوهات، في صور مع فنانين، بس لما تيجي تدور وراه لازم تسال هو فين شغله. تابع معايا الفيديو ده وانا هقولك بالظبط مين اللي هنتكلم عنهم النهارده. في وقت ما كتير من رجال الاعمال الحقيقيين في مصر بيختاروا انهم يشتغلوا في صمت، لا بيظهروا في الاعلام ولا بيحبوا السوشيال ميديا، بتلاقي موجه تانية خالص مختلفه تماما من رجال الاعمال الجداد اللي حياتهم كلها عن انستجرام ويوتيوب وكمان تيك توك. شغلهم على ارض الواقع مش بنفس الحجم تماما، ولا حتى في بعض الاحيان ليه وجود حقيقي وملموس. واكتر اسم بيتكرر في الدايره دي هو اسم مصطفى فايد، او زي ما الناس بتسميه القبطان. شاب من محافظه الغربيه، عنده 32 سنه، اتخرج من هندسه كهرباء باور سنه 2016، لكن بيقول ان بدا شغل العربيات من 2008 وهو لسه عيل صغير تقريبا عنده 15 سنه. بس السؤال هنا ازاي؟ يعني ازاي طالب في اعدادي او اولى ثانوي يبدا تجاره عربيات؟ مين ساعده ومين موله؟ طيب ولو كانت بدايات بسيطة، ازاي فجأة قدر يسافر كوريا الجنوبية ويفتح شركة هناك وكمان يستورد عربيات للسوق المصري قبل الوكلاء الرسميين ب6 شهور؟ ده مش انجاز عادي، لان في فرق كبير بين انك تكون شاطر وموهوب وانك تسبق شركات كاملة عندها وكلاء حصريين وسلاسل امداد وكمان ميزانيات بالملايين. بس اكبر علامه استفهام حوالين مصطفى فايد هي انه بيظهر على السوشيال ميديا كواجهه لرجل اعمال ناجح جدا، من غير ما يوضح ازاي بدا وايه هي الخطوات اللي مشى عليها عشان يوصل لكل ده. والغريب ان كل اللي هتلاقيه في الفيديوهات اللي بينشرها عربيات فخمه وحفلات لقاءات مع فنانين وصحفيين كبار. طيب منين كل ده يا قبطان؟ في الجهه التانيه بقى هتلاقي هشام طلعت مصطفى، ملك العقارات في مصر واكبر مطور عقاري، الراجل اللي كل سنه بيحقق مليارات واللي فعلا شغله بيتكلم عنه، لا بقى بيهمه سوشيال ميديا ولا فيديوهات ولا تيك توك. اصل زي ما بيقولوا كده هو واخدها جد من هو صغير. كفايه ان اقول لك ان هشام دلوقتي ناوي يطلق مشروع كبير اسمه سباين في مدينتي، والمشروع ده هيكون على مساحه 2.4 مليون متر مربع، وهيضم مركز تجاري حديث وابراج فيها شقق ومحلات راقيه ومساحات للترفيه والشغل وكمان خدمات فندقيه. هشام المشروع ده هيزود مبيعات المجموعه ويحافظ على نجاحها بعد ما حقق في سنه 2024 مبيعات ضخمه جدا وصلت لأكتر من نص تريليون جنيه، وده رقم قياسي جدا في السوق العقاري في مصر والمنطقة كلها. ده كمان شغال على مشروع تاني كبير في الساحل الشمالي اسمه ساوث ميد على مساحة 23 مليون متر، حقق من وراه مبيعات ب 280 مليار جنيه في 5 شهور بس. وفي نفس الوقت بيكمل شغل في مشروع بنان في السعودية اللي حقق 64 مليار جنيه مبيعات السنة اللي فاتت. انت متخيل كل الانجازات دي حققها ولسه بيحقق غيرها من غير حتى ما يعمل شو او حفلات ولا اي حاجه من اللي بنشوفها ونسمع عنها من ناس ما عملوش ربع النجاح ده؟ الفرق بين هشام طلعت ومصطفى فايد مش بس فرق في الارقام والمشروعات، الفرق الحقيقي انه واحد فيهم بيبني على الارض والتاني بيبني على المتابعه والمشاهدات. واحد شغله بيتكلم عنه من غير ما يقول، والتاني بيتكلم كتير من غير ما نعرف شغله فين. واحد اسمه محفور في مشاريع بالمليارات، والتاني اسمه مكتوب في فيديو عليه مؤثرات صوت ولقطه مع فنان. الى اللقاء، كانت معكم ندى يوسف من سمارت فاينانس.